السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد في ظل الكثير من النظريات والكلام الكتير قوي 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 على اللي حصل في البنك التجاري الدولي او السي اي بي اخر 5 دقائق في الجلسه او في جلسه المزاد. النطه الكبيره اللي نطها وكل الناس نظريات وتفسيرات، وانا طلعت امبارح قلت لكم يعني شويه من النظريات اللي موجوده، قلت لكم مش معروف اللي بيحصل، لكن دلوقتي في بيان رسمي. يعني البيان الرسمي ده خلاص، ده بيان رسمي من اداره البورصه على موقع مباشر. تعالوا نبص كده على البيان الرسمي ونشوف ايه اللي بيحصل هنا. لكن قبل ما نخش في الموضوع احب افكركم ان رقم الواتساب اللي ظاهر على الشاشه مش بس الاشتراك في جروب توصيات او في الكورس او في اي حاجه، لكن رقم الواتساب ده كمان لو عندك اي سؤال في الدنيا بتسالني عليه عادي جدا، برد على الجميع يا جماعه. وزي ما احنا شايفين ده خبر من موقع مباشر دوت انفو، من المواقع الموثوق فيها بالنسبه لي. يعني بصوا، البورصه المصريه تصدر بيانا بشان تداولات سهم البنك التجاري اليوم. يعني ده بيان جاي من البورصه المصريه نفسها، وطبعا الموقع ده انا بالنسبه لي عنده مصداقيه عاليه، وده اكيد بيان من البورصه نفسها. يعني طبعا البيان فيه تفاصيل وتعاملات الاجانب ومين اللي بيبيع ومين اللي بيشتري، بيتكلموا يعني على اللي حصل في السي اي بي. لكن انا اللي فرق معايا بصوا بقى الباراجراف ده: وأشارت إلى أن من المعروف دوليا وإقليميا ومحليا أن العديد من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية تعيد تقييم الأوزان النسبية للأسهم المكونة لمحافظها كل فترة زمنية، مما قد يترتب عليه بعض عمليات الشراء أو البيع بأحجام كبيرة. يعني كأنه بيقول لك هو ده اللي حصل، كأنه بيقول لك هو ده بالظبط السبب اللي حصل. زي ما شفنا ده بيان رسمي بيتكلم على السبب او ترجيح ان السبب، وطبعا البيان جاي من البورصه، فانا باخد المعلومات دي بمصداقيه. حد بيقول لك، اداره البورصه بتقول لك والله يا جماعه خلي بالكم اللي حصل ده كذا. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان في صناديق زي ما قلنا امبارح، ان في بعض الصناديق صندوق استثمار زيه زي اي صندوق استثمار. عارف حضرتك كده لما تروح مثلا صندوق استثمار البنك الاهلي ولا صندوق استثمار البنك الفلاني وتشتري في صندوق استثمار، صندوق الاستثمار ده ليه مكونات. صندوق استثمار شغال في البورصه، بكل مثلا مؤسسه او كل بنك عامل صندوق استثمار شغال في البورصات المختلفه. فتيجي تشتري في الصندوق تقول له طب الصندوق ده عباره عن ايه؟ يقول لك والله الصندوق ده انا بشتري في البورصه الامريكيه، صندوق مثلا البورصه الامريكيه، ويقول لك ده صندوق متوسط المخاطره مش عارف للايه، او ده صندوق ده الاسواق الناشئه. ففي صناديق بتمشي مع المؤشرات. يعني ايه؟ يعني انت تقول له مثلا انا عايز اشتري في صندوق بيمشي مع مؤشر السوق الامريكي بالظبط، الداو جونز، خلاص. فتروح تدور على مؤسسه دوليه مثلا او مؤسسه مش عارف مين وعامله صندوق، تقول لك انت لو اشتريت في الصندوق ده انت هتمشي مع الداو جونز بالظبط. الداو جونز طلع صندوقك هيطلع واسهمك هتطلع وانت هتكسب لو انت شاري في الصندوق. الداو جونز نزل انت هتخسر، وهكذا. طب الصناديق دي علشان تحاكي المؤشر بتضطر انها تشتري في اسهم معينه. هم يعني مش بيشتروا في المؤشر بالظبط، ممكن يكون بعض المؤسسات بتشتري في المؤشر بالظبط، يشتري في كل اسهم المؤشر ويريح دماغه، وممكن بعض المؤسسات بتشتري شويه هنا وشويه هنا وينقي شويه من المؤشر ويحاول يحكي المؤشر بطريقه دقيقه. فهو الصندوق ده علشان يظبط الدنيا بيحتاج احيانا يبيع اسهم معينه ويشتري اسهم ثانيه. يقول لك انا هقلل، بيسموها الوزن النسبي. ما هو المؤشر ده او الصندوق ده عنده اوزان، السهم ده شاري منه 10% والسهم ده شاري منه 30، السهم ده شاري منه 40. فهو بيلاقي ان عشان يفضل يحاكي المؤشر او يوصل للهدف بتاعه ايا كان الهدف بتاعه هدف الصندوق الرئيسي، لازم ان هو يعمل بعض التغييرات. فيقول لك لا انا النهارده هبيع السهم ده، اقلل بقى الكميه فيه وازود في السهم الثاني. فاللي بيحصل ان هو بيبيع ويشتري بكميات كبيره. يعني هو ممكن ان هو يضطر يقول لك خلاص انا هخش هبيع النهارده وهشتري النهارده 2 مليون سهم من سهم مثلا سي اي بي، وهخش اشتري في مش عارف في سهم ايه، وهخش ابيع في سهم ايه، عشان يعمل ريبالانسنج. كلمه ريبالانسنج اللي هي معناها بالعربي اعاده توزيع للمؤشر. كل ده بالنسبه لي جميل جدا ومفهوم ومبرر. خلاص احنا بنتكلم في اسباب رسميه او بنتكلم في بيان رسمي. انا بس الحاجه الوحيده اللي انا لسه بالنسبه لي غامضه شويه، ليه السعر ده؟ يعني ليه ما عملش ريبالانسنج واحده واحده؟ يعني ليه ما خدوا؟ يمكن بقى الصناديق ليها قوانين او طريقه معينه في الشراء والبيع، لكن هو ليه يعني ما اشتراش بسعر السوق امبارح والنهارده واول امبارح وعمل الريبالانسنج بتاعه ده؟ خد ايامه يعني وعملوا كان هيعملوا يعني مش في لحظه. هل بقى في حاجات معينه، قوانين معينه او ضوابط معينه بيخضع لها الصندوق او الصناديق او المؤسسات؟ ممكن. لكن برضو حتى بالضوابط دي وليه عملها على السعر ده اساسا؟ برضو انا حاجه بالنسبه لي مش مفهومه. اعتقد اي محاوله لفهم اللي حصل التفصيله دي، محاوله فهمها دلوقتي هتكون مجرد تكهنات، يعني مجرد ان حد بيتوقع وبيتخيل، لكن اسباب حقيقيه ما اعتقدش ان في حاليا. طبعا انا كده كده بدور وببحث وبشوف الدنيا، ولو لقيت حاجه جديده كمل لكم كلام في الموضوع ده بكره، لانه موضوع مهم. والموضوع ده لو ليه علاقه بجلسه الثلاث ما حدش فينا عارف، ممكن يكون فيه انعكاس كبير في جلسه الثلاث او يخلي حاجه كبيره تحصل في جلسه الثلاث، الله اعلم. انا ما بقولش اي حاجه، انا بقول ما حدش عارف فيه ايه. تاني عشان الناس اللي بتبعت لي تقول لي عايز اخش معاك في جروب التوصيات، هو مش جروب توصيات، هما 3 حاجات في بعض مش متفرقين عن بعض، ما ينفعش تاخد واحده منهم وتسيب الباقي، هو باكج على بعضه. الباكج دي عباره عن جروب صباح الخير يا جماعه البورصه خطر، انا بخرج، صباح الخير يا جماعه البورصه فرص ممتازه للشراء وقت الشراء دلوقتي، كلام عام هيحميك من الانهيارات وهيدخلك في وقت اللي تحت. وهو البورصه عشان تكسب هو ده سر البورصه، تبيع فوق وتشتري تحت، لو عرفت النقطتين دول هتطلع كسبان مليون في المية. رقم 2 دعم بقى خاص على الواتساب، بتبعت لي بتقول لي هو انت النهارده بتقول في الجروب كذا، هو ايه الحكايه؟ طب ايه الموضوع؟ طب انا بص انا معايا السهم ده، طب اعمل ايه؟ طب محفظتي الكلام ده كله بنتناقش بقى واحد واحد، كاني معاك كوتشنج، كاني معاك لايف كوتش مدرب 3 شهور بيقول لك تعمل ايه بالظبط. طبعا ده مدى الحياه، ده 3 شهور ده ليه وقت.
زائد مجموعه فيديوهات بتعلمك طريقه الفكر بتاعي اللي انا ماشي فيها بالبورصه، علشان لما نتواصل مع بعض يبقى انت فاهم ومعايا على الخط ونعرف نتواصل مع بعض بطريقه سهله. الثلاثه دول مع بعض اسمهم باكج تدريبي، اسمهم معسكر تدريب البورصه، اسمهم كورس ازاي ما تخسرش في البورصه، اسمهم اللي تسميه عليهم ضمان للفلوس. يعني لو اشتريتهم الباكج دي على بعض وخسرت في البورصه بعد ما طبقت الكلام ده، هو مش هيحصل، انا كده كده معاك خطوه بخطوه. يعني لو حصل يعني الاحتمال المستحيل برجع لك فلوس الكورس كانك ما دفعتش حاجه. لو عايز تشترك في الموضوع ده ابعت لي في رقم الواتساب اللي ظاهر على الشاشه، مش عايز تشترك وعندك اي سؤال ابعت لي برد على الجميع. شكرا، سلام.